في أواسط التسعينيات كانت الطقاقة نورة اسما لامعا في عالم الغناء الشعبي. اشتهرت بإحياء حفلات الزفاف في دول الخليج، وكانت فرقتها المكونة من 6 أعضاء تجوب البلدان لإحياء ليالي الأعراس بأجمل الأغاني التراثية. ومع هذا النجاح لم تكن نورة تعلم أن هناك حفلا سيغير حياتها إلى الأبد. البداية الغامضة. بدأت القصة عندما تلقت نورة مكالمة من سيدة طلبت منها إحياء حفل زفاف ابنتها. اعتذرت نورة في البداية لأن ذلك اليوم كان يوم إجازة لفرقتها، ولكن السيدة توسلت إليها قائلة: أرجوك، ابنتي لن تقبل بأحد سواك، وسوف ينكسر قلبها إذا رفض. شعرت نورة بتردد، ولكن في النهاية وافقت على الحضور. طلبت العنوان، وفي المساء اتجهت مع فرقتها إلى مكان الحفل. الاستقبال الغريب. عند وصولهم استقبلهم رجل ادعى أنه والد العروس. المنزل كان يعج بالزينة والأنوار والضيوف، ما يوحي بأنهم أمام ليلة زفاف فاخرة. ومع ذلك كان قلب نورة مثقلا بشعور غريب لم تستطع تفسيره. قادهم الرجل إلى غرفة لتغيير ملابسهم، وبينما كانوا يستعدون دخلت عليهم امرأة ضخمة الجثة بشحوب غريب في وجهها، ويدها بدت وكأنها حجر صلب. ارتبكت نورة وفرقتها، ولكنهم حاولوا تجاهل الأمر ومتابعة استعداداتهم. إحدى عضوات الفرقة تدعى شمسا همست قائلة: أنا خائفة، هناك شيء غير طبيعي في هذا المكان. بداية الحفل. حين خرجت نورة وفرقتها إلى قاعة الحفل فوجئوا بحجم المكان وعدد الحضور الكبير. الطاولات كانت ممتلئة بولائم فاخرة تبدو كأنها وليمة ملوك. العروس كانت ترتدي فستانا أسود غريبا مزينا بأحجار ثمينة، والعريس كان يرتدي زيا يشبه أزياء العصور العثمانية. خلفهما كان هناك مجسم ضخم على شكل وجه إنسان يصرخ، يبعث شعورا بالرعب لكل من ينظر إليه. ومع أن الحفل بدأ، لاحظت نورة وأعضاء فرقتها أن العروس والعريس لم يتبادلا أي نظرات أو كلمات، بل كانا يجلسان بلا حركة كأنهما تمثالان. الكابوس في الاستراحة. بعد انتهاء الفقرة الأولى من الغناء شعرت نورة بإرهاق شديد وقررت الاستراحة في إحدى الغرف بالطابق الثاني. استلقت على السرير، ولكنها غفت سريعا ورأت في حلمها امرأة ترتدي فستانا أسود وشكلا مخيفا كانت تطاردها وتصرخ عليه بصوت مرعب، فاستيقظت نورة مفزوعة وهي تتصبب عرقا. لم تكن تعلم ما الذي يحدث، ولكن قلبها كان يدق بشدة وأعصابها منهارة. في تلك اللحظة سمعت نورة خطوات طفل صغير يركض خارج الغرفة. بدافع الفضول خرجت من الغرفة ولاحقت الطفل الذي صعد إلى الطابق الثالث. أحداث غريبة في الطابق الثالث. عندما وصلت نورة إلى الطابق الثالث سمعت ضحكات هامسة كأنها أصوات أطفال يلهون بالقرب منها. تبعت الصوت حتى وصلت إلى غرفة مغلقة بإحكام. حاولت فتح الباب ولكن دون جدوى. وبينما كانت تستدير للعودة شعرت بقوة خفية تمسك بقدميها، وسمعت صوتا هامسا يقول: غني غني، أنا أحب صوتك. لحظة الرعب الأعظم. عند عودتها إلى الحفل وإحياء الفقرة الثانية لاحظت نورة وأعضاء فرقتها أمرا غريبا. بدا أن أعداد الحضور قد تضاعفت بشكل غير طبيعي. شعروا أن نظرات الضيوف كانت مثبتة عليهم بطريقة مريبة، كأنهم ينتظرون شيئا ما. وفجأة ارتفع صوت الأذان لصلاة الفجر. عندها تجمد كل الحاضرين في مكانهم، ثم استدروا جميعا في وقت واحد نحو نورة وفرقتها. كانت وجوههم جامدة وأفواههم مفتوحة بشكل مخيف. في تلك اللحظة انقطعت الكهرباء عن المكان، مما دفع نورة وفرقتها للهروب خارج القاعة وهم يصرخون طلبا للمساعدة. القرار المصيري. بعد أن وصلت الشرطة إلى المكان اكتشفوا أن المنزل كان مهجورا لسنوات طويلة،
ولم يكن هناك أي أثر لأي زفاف. هذه الحادث